لسه الكتاب المقدس بالنسبة لناس كتير كتاب مغلق فيه كتير من الأسرار. ومع إن أغلب المسيحيين معاهم كتاب مقدس، لكن القليل منهم اللي بيقراه بانتظام. فهو بيحتوي على قصة خلاص البشرية وعلى رسالة حب الله للعالم كله، وهو بيشهد للسيد المسيح من حيث شخصيات العهد القديم ونبواته وتعليمه في العهد الجديد. عشان كده هندي نبذة عن الكتاب المقدس. تم تدوين الكتاب المقدس على مدى 1600 سنة من سفر التكوين لحد سفر الرؤيا، واتكتب على يد 40 كاتب عاشوا في عصور مختلفة وثقافاتهم وأعمالهم مختلفة. بدأ موسى النبي المتعلم بكل حكمة المصريين كتابة الأسفار المقدسة سنة 1500 قبل الميلاد تقريبا، ويختم يوحنا الرسول الكتابة سنة 100 ميلادية تقريبا، أي أن الكتابة استغرقت 1600 سنة. وخلال المدة دي اتكتبت بقية الأسفار. كتب يشوع بعد موت موسى بحوالي 50 سنة، وكتب صموئيل النبي سنة 1050 قبل الميلاد، وكتب داوود الملك حوالي 1000 قبل الميلاد، سليمان الحكيم سنة 950 قبل الميلاد، أشعياء وعموس كتبوا سنة 750 قبل الميلاد، أرميا سنة 600 قبل الميلاد، وملاخي سنة 400 قبل الميلاد. متى الرسول كتب إنجيله حوالي سنة 64 ميلادية، مرقس الرسول سنة 61 ميلادية، وكتب لوقا الطبيب من سنة 50 لسنة 70 ميلادية تقريبا، وكمان كتب الفيلسوف بولس الرسول من سنة 50 لسنة 70 ميلادية تقريبا برضو، وأخيرا كتب يوحنا الحبيب من سنة 90 لسنة 97 ميلادية. اتكتب الكتاب المقدس في 3 قارات رئيسية، إفريقيا وآسيا وأوروبا، وفي بلاد زي مصر والعراق وتركيا واليونان وإيطاليا. اتكتب ب3 لغات، هي العبرية، الأرامية واليونانية. بيحتوي الكتاب المقدس على 66 سفر، 39 قديم، 27 جديد، 1189 إصحاح، 929 قديم، 260 عهد جديد، 31302 آية، منهم 23248 آية في العهد القديم و8054 آية في العهد الجديد. المزمور 118 يتوسط الكتاب المقدس، مزمور 117 أصغر إصحاح، والمزمور 119 هو أكبر إصحاح. أقصر آية في العهد القديم لا تزني، أقصر آية في العهد الجديد بكى يسوع.